السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام والأزهري. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات للمرحلة الثانوية. إن شاء الله يا شباب مستمرين معاكم في حل الامتحانات النهائية على المنهج كله رياضيات أولى ثانوي الترم الأول، والمراجعة النهائية طبعا بنعملها من خلال حل امتحانات المحافظات رياضيات أولى ثانوي الترم الأول. معانا النهاردة إن شاء الله حل امتحان محافظة الدقهلية رياضيات أولى ثانوي الجزء الأول. هنحل إن شاء الله المسائل من 1 ل20، فتابعوا معانا الفيديو للنهاية علشان نطلع من الفيديو ده بأقصى استفادة ممكنة. يلا بينا نشوف الأسئلة بتاعتنا. السؤال الأول بيقول لي: أجب عن الأسئلة الآتية، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. أبسط صورة للعدد التخيلي ت أس 45. طبعا علشان نجيب ت أس 45 بنمسك الآلة يا شباب ونقسم 45 على 4، هتطلع معايا على الآلة 11 25%. احنا متفقين ان لو بعد العلامة 25% يبقى الناتج بتاعي ت، وبالمرة لو بعد العلامة 5/10 يبقى الناتج بتاعي -1، لو بعد العلامة 75% يبقى الناتج بتاعي ت، لو مفيش حاجة بعد العلامة يعني الناتج بتاعي عدد صحيح هيبقى 1. وبكده يبقى الاختيار بتاعنا يا شباب هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ألف. المسألة رقم 2 بيقول لي: الزاوية الموجهة التي في وضع قياسي وقياسها -840 تقع في الربع. طبعا احنا متفقين يا شباب مع بعض ان لما يجيب لي زاوية سالب كده انا مش هقعد احفظ الارباع بالسالب والارباع بالموجب، فاحنا بنبدأ نزود 360 ومضاعفتها، يعني 360 في 2 360 في 3، ونمسك الآلة الحاسبة ونحسبها. اللي مش عارف هو هيزود 360 في كام ممكن يزود واحدة واحدة، وبعد كده هنبدأ نكتب -840 زائد 360 في 3، طلع معايا 240 درجة. طبعا انتوا عارفين ان 240 دي في الربع الايه؟ في الربع الثالث. ازاي يا مستر؟ انا عندي هنا 0 90 180 270، يبقى 240 كده هنا في الربع الايه؟ الثالث، والاختيار بتاعنا هيبقى الاختيار رقم ايه؟ رقم ج. المسألة رقم 3 بيقول لي فيها الشكل المقابل: أ د يوازي ه واو بيوازي ب ج، وألف ه بيساوي 4، وب ه بيساوي 6، وج واو بيساوي 3. فإن د واو تساوي، طبعا هنا ده توازي على طول، فيه توازي يبقى فيه تناسب، يبقى 4 على د واو بتساوي 6 على 3، وبكده يبقى د واو تساوي 4 في 3 على 6، تطلع ب2 سنتيمتر. ممكن برضو يا شباب كنا بصينا على الرسمة كده وقلنا هنا 6 هنا 3، يبقى هنا 4 هنا كام؟ 2 مباشرة. المسألة رقم 4 بيقول لي فيها الشكل المقابل: أ ب ج د رباعي دائري. رباعي دائري يا شباب يعني الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، دول اسمهم زاويتان مرسومتان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها، يعني الاتنين لفوق. فإن مساحة المثلث أ ه ب إلى مساحة المثلث د ب د ه إيه ج. طيب مساحة المثلث أ ب ه إلى مساحة المثلث د ه ج، طبعا الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، وأنا عندي كمان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس، يبقى المثلثين دول متشابهان، ويبقى مساحة أ ب ه على مساحة د ه ج تبقى 8 على 12 الكل ايه؟ تربيع. طبعا 8 على 12 دي اما نختصرها جوه هتبقى على 4 فيها 2، وهنا على 4 فيها 3، ويبقى الناتج بتاعي 4 على 9 اللي هو الاختيار رقم ج.
المسألة رقم 5 بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي 2 س ناقص 4 فإن دال س تكون موجبة عندما س تنتمي. طبعا هنا بناخد الدالة يا شباب نساويها بصفر، يبقى 2 س ناقص 4 بتساوي صفر، يبقى الاتنين س تساوي 4، يعني الس تساوي 2 اللي هي 4 على 2. بعد ما عرفت قيمة السين ببدأ أرسم خط أعداد. أدي خط الأعداد بتاعنا، ونحط على الخط ده قيمة السين اللي طلعت معايا اللي هي 2، ودي بتدينا صفر. بالنسبة للدالة الخطية بيبقى يمين العدد ده مثل، يعني موجب مثل إشارة السين يعني، وشمال عكس، فهتبقى سالب. كده أنا حددت الإشارات. هنبدأ بقى نشوف بقى هو عايز موجبة يبقى من 2 لما لا نهاية، وطبعا الفترة بتبقى مفتوحة من 2 لما لا نهاية، يعني الإجابة رقم ج. يا مستر انت كنت هناخد رقم ألف؟ لا، كنا ناخد رقم ألف لو كان قال لي أكبر من أو يساوي، أو كان قال لي غير سالبة، فكنت هاخد أكبر من أو يساوي، فكنت هقفل الاتنين واختار رقم ألف. المسألة رقم 6 بيقول لي فيها الشكل المقابل: ألف د بينصف زاوية ب ألف ج، وألف ب بتساوي 15، والألف ج بتساوي 27، والب د ب10 سنتي، فإن طول ألف د. طبعا احنا محتاجين الأول نجيب الدال ج دي، وهنقول كده 10 على الدال ج تساوي 15 على 27. فهتطلع طبعا الدال ج تساوي 10 في 27 على 15. هنحسب الكلام ده بالآلة الحاسبة. 10 في 27 على 15 تساوي، طلع معايا 18. ده كده اللي هو مين؟ دال ج 18. بعد ما جبنا الدال ج دي ب18 هكتبها هنا، وابدأ اقول له طول بقى المنصف نفسه ألف د ده بيساوي الجذر التربيعي. الضلعين ناقص الجزئين يبقى 15 في 27 ناقص 10 في 18. تحفظوها كده يا شباب: حاصل ضرب الضلعين ناقص حاصل ضرب الجزئين تحت الجذر. يبقى نكتب كده جذر 15 في 27 ناقص 10 في 18 تساوي، طلع معايا 15 سنتيمتر. يبقى ده كده الاختيار رقم رقم ألف. المسألة رقم 7 بيقول لي إذا كانت الجتا سيتا أكبر من الصفر والجا سيتا أقل من الصفر، ده معناه إن النقطة بتاعتي، أنا عارف إن النقطة جتا وجا، يبقى موجب وسالب. كده موجب وسالب يعني في الربع يا شباب؟ موجب وسالب يبقى في الربع الرابع. ده كده الاختيار رقم د. المسألة رقم 8 بيقول يا شباب، بيقول إذا كان لام وميم هما جذر المعادلة س تربيع ناقص 5 س زائد 7 بتساوي صفر، فإن المعادلة التي جذراها لام زائد ميم ولام ميم. طبعا هنا أول حاجة هبدأ أقول له كده إن لام زائد ميم تساوي سالب معامل س على معامل س تربيع يبقى 5، ولام في ميم اللي هو حاصل ضرب الجذرين الحد المطلق على معامل س تربيع هيبقى 7. بالعربي كده يا شباب، ونكتب مجموع الجذرين الجداد اللي هما لام زائد ميم ولام ميم، يبقى مجموعهم بيساوي 5 زائد 7 اهو ب12، وحصل ضربهم بيساوي 5 في 7 ب35. يبقى كده المعادلة بتاعتي س تربيع ناقص 12 س زائد 35 بتساوي صفر. نبص في الاختيارات كويس، ده كده الاختيار رقم رقم ألف. المسألة رقم 9 بيقول لي فيها الشكل المقابل: ميم دائرة وعندي طول نص قطرها 3. بيقول لي ألف ب بتساوي 4 وب م بتساوي 3 وألف ج ب5. عايزين طول ج د أو د ج. طيب احنا عارفين كده نقدر نوصل دي يا شباب كده ونكتب عليها 3،
ويبقى المسألة بسيطة جدا. ألف ج في ألف د بتساوي ألف ب في ألف مثلا ص. نعوض بقى. ألف ج ب5، ألف د مش معروفة، تساوي ألف ب ب4، وهنا 3 و3 6 و4 10. بكده نقدر نجيب الألف د. 4 في 10 ب40 على 5 تبقى 8. الألف د كلها ب8، أنا عندي دي ب5 يبقى الحتة دي بكام؟ ب3. هو عايز طول ج د أو د ج، يبقى نختار الاختيار رقم ب. المسألة رقم 10 بيقول لي في الشكل المقابل ألف د إلى ألف ب 3 إلى 5. ألف د 3، ألف ب كلها 5، يبقى الحتة دي كام؟ 2. أول ما بنكتب على الرسم يا شباب المسألة بتبقى بسيطة جدا جدا جدا، فيه توازي فيه تناسب. يبقى 2 س زائد 1 على 3 تساوي س زائد 3 على 2. هنبدأ نعمل عملية المقص. 2 في 2 يبقى 4 س زائد 2، 3 في س يبقى 3 س زائد 9. هنجيب ال3 س الجنب اليمين ده بإشارة مخالفة، يبقى 4 س ناقص 3 س، وال9 هيجيلها 2 بإشارة مخالفة، يبقى كده الس تساوي ايه؟ 7. والاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ايه؟ د. المسألة رقم 11 بيقول لي إذا كانت د س بتساوي س تربيع زائد 9، فإن مجموعة حل المتباينة د س أقل من أو يساوي الصفر. طبعا هنا س تربيع زائد 9 ما يساويها بصفر ليس لها حل في ح، وبكده الخط كله هيبقى يا إما موجب يا إما سالب. الخط كله بتاعي موجب. طيب أما يجي يطلب مني أقل من الصفر، مفيش يا مستر. طب بيساوي صفر، مفيش يا مستر. يبقى كده مجموعة الحل بتساوي فاي. الاختيار رقم ايه؟ ب. المسألة رقم 12 بيقول لي فيها الشكل المقابل أ ب مماس. طبعا مماس يبقى عمودي على نص الايه؟ القطر، يبقى دي كده قايمة. مدين القوة ب64، قوة النقطة أ بالنسبة للدايرة م ب64، يبقى المماس ده بيساوي ايه؟ بيساوي 8. يبقى أ ب جذر القوة يبقى 8. كده أقدر أجيب أ م من نظرية فيثاغورس، تطلع بسهولة. دي 6 ودي 8، يبقى دي كده 10 ايه؟ 10 سنتيمتر. طيب دي كلها 10 سنتيمتر، أنا عندي نص القطر هنا ب6، يبقى دي ب6، وبالتالي هيبقى الألف ج دي بكام يا شباب؟ ب4، وده المطلوب مني. يبقى الألف ج ب4. اختار الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. المسألة رقم 13 بيقول لي في الشكل المقابل أ ب يمس الدائرة الكبرى عند ب، وه ج تمس الدائرة الصغرى عند د، وه د ب3، دي ب3، يبقى هنستفيد ان دي بكام يا شباب؟ دي ب3. أ ج ب2، دي ب2. تمام. عايزين طول أ ب. أ ب تربيع اللي هو مربع المماس أ ج في أ ه، يبقى كده أ ب تربيع أ ج ب2، وهنا 6 و2 8، يبقى 16. تطلع ب16، يبقى الأ ب تساوي كام؟ 4 سنتيمتر. هناخد الجذر. في بقى حتة بسيطة كده هنوضحها. ازاي قلنا دي 3 ودي 3؟ عندنا يا شباب من قبل كده لو رسمنا نص القطر ده هيبقى عمودي، والعمودي ده يبقى بينصف الوتر ه ج، يعني دي 3 دي 3، عشان محدش يسأل ويقول لي ال3 دي جت ازاي. المسألة رقم 14 بيقول لي إذا كان 5 ج س بيساوي 3، على طول هنا 5 ج س ب3، يبقى ج س بكام يا شباب؟ ب3 على 5. حيث س قياس أكبر زاوية موجبة. كلمة أكبر زاوية موجبة وهنا الجا موجبة معناها إن هي يا في الأول يا في التاني، فأنا كده هاخد مين؟ هاخد الزاوية بتاع الربع التاني، لأن هو بيقول لي أكبر زاوية موجبة. تمام. فإن قيمة ق 270 زائد س، ق 270 ق
270 زائد س اللي هي بتساوي 270 بتزود ت يبقى قتا س. استنى يا مستر، احنا عندنا كده 270 زائد يبقى كده بتزود ت، واحنا عندنا القاء مقلوب تمام، يبقى قتا س وخلاص. قتا س دي اللي هي 1 على جا س. طيب 1 على جا س اللي هي 1 على 3 على 5، وعندنا مقام، المقام يبقى بسط، يبقى 5 على كام؟ على التلاتة. كده الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم أ. المسألة رقم 15 بيقول لي في الشكل المقابل أ د بينصف زاوية ب أ ه. ب أ ه تمام، وعندنا أ ج بيساوي س زائد 5 وأ ب ب6 مظبوط، وب ج ب3 وب د ب9، يبقى ده تنصيف خارجي. يبقى نقف عند نقطة ج يا شباب ونقول له كده ج د على د ب بتساوي ج أ على أ ب. نبدأ نعوض. الجيم د كلها ب12 على الد ب ب9، ج أ س زائد 5 على أ ب ب6. نبدأ نعمل اختصارات. على التسعة على التلاتة فيها التلاتة، على التلاتة فيها 4، هنا على التلاتة فيها 1، على التلاتة فيها 2، يبقى الس زائد 5 بتساوي 2 في 4 ب8، يبقى كده الس بتساوي 3 اللي هي 8 ناقص 5، والاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ب. بالنسبة للاختصارات يا شباب، اللي بيتلخبط في الاختصارات يقدر يعمل عملية المقص بالراحة جدا، وبرضه هيوصل لنفس الناتج اللي هو س تساوي ايه؟ 3. رقم 16 بيقول لي المعادلة التربيعية التي جذرها 2 ت وسالب 2 ت. طبعا هنا لو جبنا مجموع الجذرين، مجموع الجذرين بيساوي 0، وحاصل ضربهم بيساوي 2 في 2 ب4، يبقى سالب 4 ت تربيع اللي هي موجب 4. يبقى المعادلة س تربيع مفيش مجموع جذرين خلاص، يبقى زائد 4 بتساوي 0. دي الإجابة رقم ج. بطريقة تانية ممكن نستخدم الآلة الحاسبة علشان نعرف مين المعادلة اللي الجذرين بتاعتها 2 ت وسالب 2 ت. المسألة رقم 17 بيقول لي إذا كان المثلث أ ب ج يشابه د ه واو، وكان أ ب بيساوي 3 د ه أو ه د. هنا قدام الأ ب فيه 1، ما بيبقاش مكتوب، احنا عارفينه طبعا الكلام ده. فهنا لما أقول له أ ب على ه د بتساوي 3 على 1. أما نيجي بقى نقول مساحة المثلث د ه واو على مساحة المثلث أ ب ج، ده بيساوي د ه واو على أ ب ج، يبقى د ه على أ ب الكل تربيع. خلي بالنا دي كده مقلوبة، يبقى 1 على 3 الكل تربيع تبقى 1 على 9. 1 على 9 ده الإجابة رقم إيه؟ دي الإجابة رقم ج. المسألة رقم 18 بيقول لي في الشكل المقابل أ ب هي مس الدائرة، وقياس القوس د ب الكبير ده ب2 س زائد 50، والقوس الصغير ده ب2 س، فقياس زاوية أ. طبعا زاوية أ بره، يبقى نطرح الكبير ناقص الصغير، يبقى 2 س زائد 50 ناقص 2 س، وما ننساش نقسم على كام؟ على 2 اللي هي نص يعني. دي هتروح مع دي، يبقى 50 على 2 تبقى 25 درجة، وبكده هيبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. المسألة رقم 19 مديني توازي بالشكل ده، وبيقول لي ان ده مربع طول ضلعه 6، دي كده 6، يبقى دي 6 هنقسمها على التلاتة، يبقى 2 و2 و2، لأن هو قايل كده في الايه؟ في الرسم. مساحة الشكل س ص واو ه، س ص واو ه، مساحة الشكل ده. الشكل ده عبارة عن شبه منحرف، شبه منحرف. القاعدة دي الكبرى والقاعدة دي الصغيرة، تمام، دي ب2. اما بص كده يا شباب هنلاحظ ان الجزء ده ب2 من التناسب، وده ب4،
من التناسب. يبقى أنا كده عندي الشكل ده شبه منحرف، مساحته تساوي نص مجموع القاعدتين اللي هو 2 و4 في الارتفاع اللي هو 2، تبقى بتساوي 6 وحدة مربعة. وده كده الاختيار رقم ايه؟ رقم د. المسألة رقم 20 بيقول لي الحل العام للمعادلة ظ 2 س بتساوي ظ س. طبعا هنا هناخد ألفا زائد بيتا بتساوي 90 زائد 180 نون. طيب مين ألفا اللي هي بتاع الظا؟ يبقى 2 سيتا زائد سيتا بتساوي 90 زائد 180 نون. 3 سيتا بتساوي 90 زائد 180 نون. هنقسم على التلاتة، يبقى السيتا بتساوي 30 زائد 180 على التلاتة تبقى 60 نون. جايبها هو بدلالة باي، مفيش مشكلة خالص. ال30 دي اللي هي باي على الستة، وال60 اللي هي باي على التلاتة نون. نبص في الاختيارات، يبقى باي على الستة زائد باي على التلاتة نون. هنلاقيها الاختيار رقم ايه؟ رقم ب. وبكده يا شباب يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. اتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم والشرح عجبكم. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتعملوا شير علشان الفيديو يوصل لاصدقائكم والكل يستفيد. وانتظرونا في فيديوهات جديدة ومفيدة على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.